السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية Page by Page، حيث سنقوم في هذا الفيديو إن شاء الله بشرح كتاب المعاصر سنة تانية إعدادي للساينس، مادة الساينس. هنبدأ إن شاء الله في lesson 1 على طول، unit 1 lesson 1. تمام، اللي هو attempt of elements classification. نشرح الدرس إن شاء الله. attempt of elements classification يعني المحاولات التي بذلت في تصنيف العناصر. نبدأ بسم الله. نبدأ. What are the most important attempts to classify elements؟ يعني ما هي أهم المحاولات التي بذلت لتصنيف العناصر؟ لتصنيف العناصر many attempts are made by scientists for classification of elements according to their properties. يعني إيه بذلت الكثير من المحاولات من العلماء لتصنيف العناصر حسب إيه خواص تلك العناصر أو صفات تلك العناصر. ليه بقى المحاولات دي بذلت؟ in order to إيه facilitate their study. ليه؟ تسهيل دراسة تلك العناصر، لأن في عناصر كتير فإحنا عايزين نجمع العناصر دي. يعني في مثلا إيه، يعني تقريبا 119 عنصر 119 elements، فإحنا إيه هنقعد ندرس 119 elements هتبقى صعبة. فعشان نسهل الحكاية دي فإحنا لو إيه جبنا العناصر اللي شبه بعض وجمعناهم مثلا في أربع مجموعات أو 5 مجموعات أو 6 مجموعات، والمجموعات كده بتاع كل مجموعة فيها عناصر الصفات بتاعتها متشابهة، هيبقى خلاص سهل إن أنا إيه أدرس المجموعات دي اللي فيها العناصر دي بدل ما أدرس 119 عنصر مثلا. يبقى أول حاجة facilitate their study. تاني حاجة find a relationship between elements and their chemical and physical properties. إيجاد علاقة بين العناصر وخواصها وصفاتها الكيميائية والفيزيائية. يبقى دي كده البداية. طيب، the most important attempts are Mendeleev's periodic table, Moseley's periodic table, و the modern periodic table. تمام. طيب، نبدأ في أول حاجة اللي هو إيه Mendeleev's periodic إيه table. علشان بس نشرح الحتة بتاعت جدول مندليف لو شرحناها من الكتاب ممكن كتير ايه ما نفهمهاش. فعشان نفهم الجزء ده كويس هنشوف بس الفيديو ده مع بعض، عشان انا شفت ده ان هو احسن شرح لجدول مندليف قبل ما نكمل شرح ايه في الكتاب تاني. بس علشان لما نشوف الفيديو ده هنفهم اكتر اللي عمله مندليف. وان شاء الله الفيديو مش طويل، وانا عملت اهو للفيديو لايك. والفيديو ده عمل في اللي عمله اللي هي Infinity Learn Need. طيب، وعملت لايك للفيديو اهو. طيب، نشوف بسم الله. اول حاجة هنا دي كده، حركت كده. Dmitry Ivanovich Mendeleev played quite a legendary role in the field of chemistry.
يبقى هو ايه اول جزء هنا ان مندليف لعب دور مهم جدا في ايه في علم ايه الكيمياء. He not only gave us the simplest and the most efficient method of grouping elements. هو بس مش ادانا اسهل طريقة، كان في محاولات قبله، بس المحاولات اللي قبله يعني ايه كان في محاولات، بس هو عمل يعني حاجة طفرة في موضوع التصنيف، وعمل ايه تصنيف طريقة ايه تصنيف للعناصر، طريقة سهلة وطريقة ايه ليها ايه كفاءة، ذات كفاءة جامدة قوي لتجميع العناصر. But also laid the foundations of periodic classification of elements that وكمان حط الأسس لتصنيف العناصر دوريا. هنشوف يعني ايه دوريا دي periodic. we use today. So in this video, let's dedicate some time to understand what and how Mendeleev actually worked on. هنا بس في الفيديو ده هنشوف مندليف عمل ايه، عشان لما نشوف هو عمل ايه وتصرف ازاي هنفهم الموضوع. When Mendeleev began his work of grouping the elements and arranging them, there were almost 63 elements. يبقى هو ايه احنا عندنا في الكتاب بتاعنا ان كان في 69 elements، بس هي الفيديو هنا 63 elements الوقت يعني 69 63. خلينا في الكتاب بتاعنا يعني هنا ان هم كان في على وقت مندليف كان في 69 elements، كان في 69 عنصر. To him, he was firm on the thought of arranging the elements with respect to their physical as well as chemical property. هو كان فكرته كلها ان هو عايز يصنف العناصر حسب الايه الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز. هو كان معلش كده هو كان عايز يصنف العناصر على اساس الخواص الايه الفيزيائيه والكيميائيه. تمام ماشي نكمل هنا، بس لما نحتاج نكتب هنبقى نشوف. He knew that for understanding the chemical properties, he would need to make them react with one or two standard elements. هنا بقى هو قال ايه علشان يقارن ما بين العناصر هيعمل ايه، هيجيب ال 36 عنصر او 69 elements اللي موجودين ساعتها، تمام، ويفعلهم مع عنصر او عنصرين، ويفعلهم مع ايه عنصرين. ال 69 elements دول ال 69 عنصر هيعمل بيهم تفاعل مع العنصرين دول. ايه هم العنصرين دول؟ العنصرين القياسيين اللي يعرف يقارن عن طريق العنصرين دول العناصر دي كلها. For this, he chose hydrogen and oxygen. العنصرين اللي اختارهم هم الهيدروجين والاكسجين. تمام، هو الهيدروجين والاكسجين جاب العناصر الباقيه وفعلهم مع العنصرين دول الهيدروجين والاكسجين. But why? Mendeleev thought of making the elements react with hydrogen and oxygen because of the following reasons. ليه هو بقى عمل كده؟ ليه هو حب يفاعل ما بين العناصر دي كلها مع الهيدروجين والاكسجين بالذات؟ They are very reactive. لان ايه اول حاجه الهيدروجين والاكسجين، طبعا المعلومات دي كلها مش هنتسال فيها، بس المعلومات دي هتخليك تفهم الموضوع وتعرف ايه يعني يبقى الدرس مفهوم بالنسبه لك. يبقى الهيدروجين والاكسجين اول حاجه فيهم ان هم very reactive. يعني ايه very reactive؟ يعني نشيطين جدا في التفاعل. الهيدروجين والاكسجين very reactive، معلش very reactive، نشيطين في التفاعل. تمام، دي كده اول حاجه. found readily and they form compounds with most of the elements.
وهم موجودين يعني ايه بصفة ايه، هنشوف هنا الحتة دي كده، موجودين على يعني ايه، موجودين بسهولة، مفيش صعوبة ان هم يجيبهم، اللي هم العنصرين دول الاكسجين وال مفيش صعوبة ان هو يجيبهم. الهيدروجين والاكسجين متوفرين في كل مكان، ممكن يجيبهم بسهولة. وهم العنصرين دول الهيدروجين والاكسجين بيكونوا كومباوندز مع معظم العناصر، بيكونوا ايه، كومباوندز، مركبات مع معظم العناصر. تمام. Yes, this helped him understand the chemical properties of all the reacting elements. وده هيساعده ان هو يفهم الخواص الكيميائية لكل العناصر، لكل العناصر. لما يفاعل كل العناصر مع الهيدروجين والاكسجين هيفهم الخواص الكيميائية لكل العناصر. Later, in order to simplify the process, he wrote all the physical and chemical properties of each element on 63 different cards. راح عمل ايه بعد كده بقى عشان يخلي الموضوع ده كله، بعد ما فعل العناصر دي مع بعد ما جاب ال 69 او ال 63 عنصر دول، 69 او 63 elements، خلينا في 69 elements، فعلهم مع العنصرين دول وشاف اللي حصل، كان بيكتب الملحوظة. يعني مثلا يجيب مثلا ايه وليكن اي مادة، مثلا الصوديوم، يفعلها مع الهيدروجين ويشوف هيحصل ايه، ويجيب الصوديوم كده ويجيب بقى الخواص، حصل ايه لما تفاعل مع الهيدروجين، حصل ايه لما تفاعل مع الاكسجين، خواص الصوديوم ده عامل ازاي كده، وجمعهم في 63 كارت او 67 او 69 كارت. جمع العناصر كلها، كل عنصر حطهم في كارت، وحط الصفات الكيميكال بروبرتيز والفيزيكال بروبرتيز بتاعتها في الكروت دي. المفاجأة بقى هتحصل دلوقتي، بس انا بس هوقف هنا زي ما احنا شايفين كده الفيديو قدامنا اهو. هو دلوقتي لما جمع العناصر هنا شايفين هنا ايه، بس هشيل بس هنا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا هو عمل ايه، في عناصر اللي هو ايه بلون مثلا الاحمر دول ليهم نفس طريقة التفاعل، ليهم نفس ايه، ليهم نفس الخواص ايه شبه بعض، ولقى اللي هم الخضر دول شبه بعض، والزرق دول شبه بعض، العنصر ده شبه العنصر ده في طريقة التفاعل وفي الخواص بتاعته، والصفر دول شبه بعض. تمام. بسم الله. Now all he had to do is arrange these cards. But وراح ايه مرتب كل اللي كان المفروض يعمله دلوقتي بقى ان هو هيرتبهم، كل مجموعة اللي شبه بعض يحطهم جنب بقى في ايه مع بعض. that wasn't so simple. So he started arranging the cards in the increasing order of their atomic mass. فاختار ايه بقى ساعتها، الموضوع مش عارف يعمل ايه، يرتبهم ازاي، فقال ايه اما رتبهم حسب الانكريزنج اتوميك ماسز. يعني ايه اتوميك ماس الاول؟ اتوميك ماس اللي احنا بنقول عليها برضو اتوميك ويت. يعني ايه اتوميك ويت؟ يعني احنا عارفين، احنا قبل كده خدنا بقى في اولى اعدادي ان الاتوم عبارة عن ايه. الاتوم مش عبارة عن نيوكليوس، يعني نواة، وحوليها حولها يدور الاتومز. يعني ادي كده النيوكليوس جوه هنا، النواة هنا، والالكترونات بتدور حول تلك النواة. طيب الاتوميك ويت يعني ايه؟ جم كده ووزنوا النواة دي، وزنوا الاتوم، وزنوا الايه الاتوم، فهو ده الاتوميك ويت. يبقى هنا مثلا ايه الاتوميك ويت مثلا بتاع الهيدروجين مثلا 1، الهيليوم 2، وهكذا. تمام. دي كده الاتوميك ويت، يعني وزن الاتوم ككل بالنيوكليوس، بالبروتون، بالنيوكليوس اللي جواه البروتون والنيوترون والالكترون اللي بيلف حواليه، نجيبهم كده ونوزنهم كده على بعض، يبقى كده اسمها الاتوميك ماس او الاتوميك ويت. تمام. ساعتها طبعا لا كان لا معروف لا بروتون ولا نيوترون ولا الكترون، كان الاتوم كده على بعضه، كان الاتوم كده على بعضه، يجيب الاتوم كده لا عارف يفرق ما بين نيوكليوس ولا بروتون ولا الكترون، فكان يجيب الاتوم كده ويوزنه كله على بعضه كده. فلما يوزن الاتوم كله على بعضه كده يطلع مثلا وزنه مره 1 مره 2 مره 3
فايه صنفهم حسب الايه increasing atomic mass، يعني ايه زيادة الايه الوزن الكتلي او الوزن الكتلة الذرية او الوزن الذري. تمام. When he was done pasting all these cards on his wall, لما عمل كده ورتبهم حسب زيادة العناصر، لما رتبهم على أساس الزيادة في الأتوميك ماس، يعني إيه 1 2 3 الهيدروجين، وبعدين اللي أكبر منه 2، وبعدين 3، وبعدين 4، وبعدين 5، لا إيه بقى زي ما إحنا شايفين هنا كده، فوجئ بحاجة معينة لما رتبهم أدي كده 1 مثلا و2 و3 و4 و5 و6، وبعدين هنا 7 8 9 10، فوجئ بحاجة، فوجئ بالمنظر اللي إحنا شايفينه قدامنا ده. فوجئ بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ان ايه ده العناصر اللي هي شبه بعض ايه متجمعين كده فوق بعض، متجمعين كده ايه فوق بعض بصفة دورية. يعني يمشي الاول في كل دورة، نبدأ الاول بالعناصر اللي لونها ايه احمر دي، وبعدين العناصر اللي ايه شبه بعض اللي لونها اصفر، وبعدين عناصر ايه لونها إيه اللي هي ايه اخضر فاتح دي او ازرق، وبعدين العناصر اللي لونها اخضر، وبعدين يرجع تاني هنا في الدورة اللي بعديها العنصر اللي بعدين ايه العنصر اللي بعد ده يلاقيه نفس اللون اللي فوقيه ده، يرجع يتكرر تاني، وبعدين ايه ده اللي بعده اصفر برضو اصفر، ايه ده اللي بعده لبن، ايه ده اللي بعده اخضر، وبعدين يجي يشوف اللي بعده يلاقيه برضو اللي هو اللون الاحمر ده تاني، وهكذا. ايه العناصر عماله بتتكرر بصفه ايه دوريه. فوجئ بالحكايه دي، هو ما كانش مخطط ليها. He had two astonishing observations. One was that there were a few empty spaces left in the complete. لكن لاحظ حاجه بقى، لاحظ حاجه ان في فراغات، في ايه فراغات، في ايه اماكن فاضيه. لما رتب العناصر لقى في اماكن فاضيه، لقى في اماكن فاضيه لما جه يرتب الايه العناصر على اساس الانكريزنج اتوميك ماسز، لقى في اماكن فاضيه. يعني ايه في اماكن لعناصر فاضيه. That he formed. These positions belong to the elements that were not yet discovered. دي بتاعت العناصر اللي ما كانتش اكتشفت ساعتها. تمام. يعني لو قلنا مثلا هنا مثال، يعني على سبيل المثال هنا 5 وهنا 7، طب وهنا 6 فين؟ ما كانش في عنصر الاتوميك ماس بتاعته 6، فساب لها مكان فاضي، ساب لها مكان فاضي، لأن العنصر ده لم يكن مكتشفا ساعتها. But Mendeleev had a firm belief that the missing elements did exist and are yet to be discovered. يعني هو ايه الاماكن الفاضيه دي ساعتها العناصر مش موجوده، لكن هو كان عنده يعني كان متاكد ان العناصر دي موجوده، بس احنا لسه ما اكتشفناش، ما كانوش لسه اكتشفوها ساعتها. Only this, but he was so confident about the characteristics of these elements that he predicted their properties. مش بس ان هو جاب الاماكن الفاضيه بتاعت العناصر، لا قال لك كمان صفات العناصر دي اللي لسه لم تكتشف هتبقى شبه المجموعه اللي هي فيها. يعني هنا كانش في عنصر لسه مش موجود ومش عارفين اي حاجه عنه، قال لك ده هيبقى صفاته زي صفات المجموعه اللي هو فيها دي. تمام. These well in advance. Later on, when the elements were discovered, it was found that the properties predicted by Mendeleev were almost a perfect. بعد كده لما اكتشفوا فعلا العنصر لقوا نفس الصفات اللي كان متوقعها مندليف موجودة في العنصر اللي اكتشفوه بعديها بسنوات كثيرة. Match. Second observation that Mendeleev had was the recurrence of the physical and the chemical properties of these elements. تاني ملاحظة اللي خد باله منها اللي احنا قلناه، ان ايه الخواص
الخواص الفيزيائية والكيميائية بتتكرر، عمالة ايه بتتكرر. كل ما ايه زدنا فيه كل ما زدنا في الاتوميك ماس الخواص والبروبرتيز عمالة ايه بتتكرر. When arranged in a systematic manner, it was found that the physical and the chemical properties of elements recurred at a particular interval of frequency. لما رتبهم بقى على اساس التشابه في الخواص الفيزيائية والكيميائية، لقى ان هم بيتكرروا بصفة دورية، بصفة ايه دورية. With this, Mendeleev came up with a law. He named it طلع بقى بقانون اللي هو ايه قانون الدوري اللي هو البريودك لو، تمام، ان هو القانون الدوري. as the periodic law. The law stated that properties of elements are periodic functions of their atomic masses. يعني ايه صفات العناصر هي ايه وظائف تكرارية للكتلة الذرية. يعني ايه؟ يعني الكلام بصفة بسيطة ان كل ما زاد الاتوميك ماس هنلاقي ان خواص العناصر بتتكرر بصفة ايه دورية. Now, what do we exactly mean by this? Let's simplify this by breaking the statement in parts. Properties of elements means the يعني هو بيقول هنا properties of elements اللي هي الفيزيكال والكيميكال properties، الخواص الفيزيائية والكيميائية. physical and the chemical properties of all the elements in the table. Are the periodic functions means those which occur at regular intervals. periodic functions يعني بتتكرر بصفة دورية. الخواص الفيزيائية والكيميائية بتتكرر بصفة دورية. الخواص الكيميائية والفيزيائية للعناصر تتكرر بصفة دورية. And lastly, of their atomic masses means when arranged in the increasing order of their atomic masses. عندما يتم ترتيب تلك العناصر بترتيبا تصاعديا على أساس الكتلة الذرية. So can we simply say that when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, they show similarities in the physical and chemical properties at regular intervals? يبقى هو ده ان ايه لما العناصر بنرتبها ترتيبا تصاعديا حسب الاتوميك ماسز ان هي ايه بتتكرر بتتشابه الايه الخواص الفيزيائية والكيميائية للعناصر اللي موجودة في مجموعة واحدة وبتتكرر. Yes, that's what Mendeleev meant. This is how Mendeleev laid the foundations for the modern periodic table. خدوا بالكم ان الجدول اللي قدامنا ده مش هو جدول مندليف، ده الجدول الدوري الحديث المودرن بيريودك تيبل. انما مندليف حط الاساس اللي الجدول الدوري الحديث عرفنا نعمله بسبب مجهودات مندليف اللي كانت موجودة قبل كده. But did this great contribution by Mendeleev have no limitations at all? Well, there were a few that emerged. لكن هل بقى مجهودات مندليف دي ما كانش فيها اي مشاكل، ما كانش فيها اي عيوب، ما كانش فيها اي قصور؟ كان فيها. هنعرف ده من الفيديو اللي جاي. With time, let's discuss the achievements and the limitations of Mendeleev. هنشوف ده في الفيديو القادم مع بعض. هنا برضو الفيديو ده جميل في شرح الايه جدول مندليف، وهيقول برضو العيوب والمميزات بتاعته، فبرضو نشوفه مع بعض علشان نفهم ايه جدول مندليف. Hi friends, are you ready to continue our journey towards the modern periodic table? But first, let me ask you a هنا في زي ما احنا شايفين في الفيديو ده كان في مجهودات لتصنيف العناصر قبل مندليف عام 1869، تمام. كان في مجهودات لإيه علماء تانيين.
بس هو ايه جدول مندليف ده اللي هو كان ايه طفرة في موضوع تصنيف العناصر، وهو كان الاساس للمودرن تيبل اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي. طيب. Question. Do you know which is element number 101 on the modern periodic table? اول حاجة بيورينا هنا إيه، عارفين مين صاحب اللي هو اسم العنصر اللي هو 101 ده، اللي هو هنا في عنصر في الجدول الدوري الحديث. شايفين هنا ايه مترتبة العناصر اهي مترقمة. في العنصر رقم 101 ده مسمى على اسم ايه مندليف، اللي هو مندليفيوم. تمام. It's called Mendelevium. It's named after the Russian scientist Dmitry Mendeleev, who's considered the father of the periodic table. Now, his periodic table is different from the modern one, but it was a huge step forward. هنا بيوضح ان الايه ان الجدول بتاع مندليف مختلف عن الجدول الحديث المودرن بيريودك تيبل، بس كان ايه يعني خطوة مهمة في طريقنا للوصول الى الجدول الدوري الحديث. A lot of the scientists were trying to classify the elements and put them in tables, but Mendeleev did something very interesting. كان في مجهودات قبله لعلماء قبله في تصنيف العناصر وان هم يحطوهم في جداول، بس اللي عمله مندليف كان مختلف. Very different. And as we know, new ideas can change the world. So did Mendeleev's idea. يبقى والفكرة بتاعت مندليف غيرت العالم، وفكرة مندليف كانت ايه فكرة جديدة. Completely changed the classification of elements. And we'll discuss that in this video. And as usual, we'll finish off with our top 3 questions on this topic. In the previous video, we discussed about Dobrynin's triads and Newland's law of octaves. In this video, our focus will be on Mendeleev's periodic table, and we'll see how it differs from the modern periodic table. So let's go back to Mendeleev's time. Imagine we are in 1869. Only 63 elements. ساعتها كان في 69 elements بس، كان في 69 عنصر فقط. Were discovered at that time. And Mendeleev was looking at the relation between atomic mass of elements and their physical and chemical properties. زي ما احنا شفنا، زي ما احنا عارفين ان هو كان بيحاول يجيب علاقة ما بين الاتوميك ماس، يعني الوزن الكتلة الذرية، وكتلة العناصر الذرية. هنجيبها بس هنا في الايه السبورة عشان تبقوا فاهمين الحتة دي او تبقوا معايا. كان بيجيب هنا ادي كده الاليمنت، العنصر ليه اتوميك ماس. يعني ايه اتوميك ماس؟ يعني كتلة ذرية، وليه خواص physical و chemical properties. تمام. هو كان بيحاول يبقى يلاقي علاقة ما بينهم، عايز يوجد علاقة ما بين الاتنين دول، ما بين الاتوميك ماس والفيزيكال وكيميكال بروبرتيز. So let's discuss these 3 things: atomic mass, physical and chemical properties. What is atomic mass? That's simple. The mass of one atom of an element. يبقى ايه هو الاتوميك ماس؟ هو كتلة اتوم واحد. The SI unit of mass is kg. But since the atom is really small. طبعا ايه هو بيقول هنا ان احنا لما بنيجي نوزن الحاجات بنوزنها بالكيلوجرام. تمام. هو لكن الاتوم حاجة صغيرة جدا، ما نقدرش ايه نقيسها بالكيلوجرام، محتاجين وحدة اصغر. All in light. A more convenient unit called atomic mass unit. فبنقيسها بحاجة اسمها الايه atomic mass unit، بوحدة الكتل الايه الذرية. EMU in short is used. Let's take some examples. Hydrogen has an atomic mass of. الهيدروجين مثال على ذلك. الهيدروجين الوزن الكتلي بتاعه الكتلة الذرية بتاعته 1.
1 AMU. approximately 1 AMU. And carbon has an atomic mass كربون مثلا 12 AMU 12 الكربون 12. of approximately 12 AMU. Now let's talk about physical properties. So what are ايه هي الفيزيكال بروبرتيز؟ هي الخواص الفيزيائية. يعني ايه برضو خواص فيزيائية؟ يعني مثلا درجة الغليان، الكثافة. physical properties of an element? That's right. Things like density, melting point, boiling point of the element. What are chemical properties of an element? Chemical properties are how an element reacts with other elements. الكيميكال بروبرتيز هي ازاي العنصر بيتفاعل مع العناصر الأخرى. To look at this in a systematic way, Mendeleev looked at how an element reacts with hydrogen and oxygen. عشان يشوف الحكاية دي قلنا ايه زي ما احنا شفنا الفيديو اللي فات ان هو عمل ايه فاعل العناصر دي مع الهيدروجين والأكسجين. He chose hydrogen and oxygen since they are very reactive and form compounds with other elements. لأن هم اللي اختارهم لأن هم الهيدروجين والأكسجين نشيطين جدا في نشاطهم الكيميائي، نشيطين كيميائيا وبيكونوا مركبات تمام مع العناصر الأخرى. Now let's understand this with a couple of examples. Let's take the example of sodium. هنشوف هنا مثال عشان يبين حكاية ان ازاي العناصر بتتفاعل مع الهيدروجين والأكسجين. وهنا خد بقى ايه الصوديوم اللي هي رمزها Na. The compounds formed with hydrogen and oxygen are sodium hydride, NaH, and sodium oxide, Na2. يبقى هنا الصوديوم لما بيتفاعل مع الهيدروجين بيكون صوديوم هيدرايد زي ما قال NaH، وصوديوم داي اوكسايد اللي هو ايه صوديوم داي اوكسايد Na2O. Similarly for potassium, the compounds formed are KH and K2O. هنا ايه مع البوتاسيوم لما يتفاعل مع الهيدروجين البوتاسيوم اللي هو رمزه K هيبقى عندي ايه KH و K2O. ملاحظين هنا التشابه بين البوتاسيوم والصوديوم لما تفاعلوا مع الهيدروجين والأكسجين. تمام؟ If we represent the element as R, then the chemical formula is لو مثلنا للعنصر بR هنلاقي ايه بقى؟ يعني لو مثلنا R هنا، لو يعني ايه رمزنا للبوتاسيوم والصوديوم العنصر يعني على انه R، تمام؟ for both RH and R2O. هنلاقي ده ان هما So sodium and potassium هنلاقي ان هما ايه ده متشابهين، عندهم خواص ايه، عندهم ايه خواص كيميائيه. الكيميكال بروبرتيز الصفات الكيميائيه بتاعتهم متشابهه بتاعت الصوديوم والايه والبوتاسيوم. تمام؟ have similar chemical properties and can be grouped together. وممكن نجمعهم في مجموعة واحدة. Mendeleev used the formulae of oxides and hydrides to group the elements together. يبقى هنا ايه مندليف عمل ايه لما جاب اللي هي بقى رموز العناصر اللي هي الاوكسايدز والايه والهيدرايدز، يعني العناصر ايه المركبات بتاعه الهيدروجين والاكسجين مع تلك العناصر، وجمعهم على اساس ازاي بتفاعلوا مع الهيدروجين والاكسجين. تمام؟ So if you look at the top row in Mendeleev's periodic table, you'll see these formulae for each group. هنا نبص هنا هو ده جدول ايه مندليف. هنا هنبص هنا الجدول مندليف ادي كده، ده هو ده بقى جدول مندليف. ده مش الجدول الدوري الحديث، ده جدول مندليف. هنلاقيه هو عمل ايه هنا، عمل الايه العناصر، جاب العناصر ازاي بتتفاعل مع يعني مثلا هنا الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم لما بيتفاعلوا مع الاكسجين بيكونوا ايه الرمز ده H2O او ايه Li2O او Na2O او K2O او RB2O. تمام؟ ولما يجي يتفاعلوا مع الهيدروجين بيكونوا
هنا بقى هيبقى ايه مع الهيدروجين؟ هيبقى اتش و اتش يبقى اتش 2 ليثيوم ليثيوم هيدرايد، صوديوم هيدرايد، تمام، بوتاسيوم هيدرايد. يعني هنا ايه كده. Periodic table looked something like this. As you can see, for group 1, the oxide formula is R2O and hydra. يبقى هنا ايه رمز الاكسيدات في مجموعة رقم 1 هنا للعناصر اللي شبه بعض فيها. يبقى هنا رمز المجموعة دي لما تتفاعل مع الأكسجين بيبقى R2O. يعني زي ما احنا أشرنا يعني دلوقتي. It is RH. For group 2, the oxide is RO and hydride is. إنما لما نبص بقى في المجموعة التانية، في الجروب 2 اللي هي المجموعة التانية، هنلاقي بقى العناصر المجموعة دي شبه بعض، بيتشابهوا في طريقة تفاعلهم مع الأكسجين والهيدروجين. فهنلاقي البريليوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحاجات دي بيتشابهوا في طريقة تفاعلهم مع الأكسجين والهيدروجين، فبيبقى ليهم ايه رمز غير مختلف عن المجموعة الأولى، وهكذا. RH2 and so on. Elements were mostly arranged in order of increasing atomic mass. هنلاقي هنا ايه ان العناصر عماله ايه بتزداد لما رتبهم. لما بص هنا لما ايه الحاجه العجيبه بقى ان هو لما جه يرتبهم على اساس كده فوجئ ان ايه العناصر The horizontal rows are called period. فوجئ ان زي ما قلنا العناصر عماله ايه بتزداد على اساس الاتوميك ماس. ادي كده هنا ايه الهيدروجين تقريبا 1 وما كانش لسه ايه اكتشف اي حاجه تاني. وبعدين نبص هنا الليثيوم اللي بعديه جت 6 اهي، او يعني قريبه من ال7. الليثيوم اصلا دلوقتي 7، والبريليوم كان قريب من 9 اهو. وبعدين هنا 10 وهنا 12 الكربون، وهنا ايه النيتروجين الاتوميك ماس بتاعها 14 تقريبا، والاكسجين 15.9 يعني قريبه من 16. وعماله ايه عماله بتزيد بايه بزياده على اساس الزياده في الايه في الاتوميك في الزياده في الاتوميك ماس. وشايفين مترتبه ازاي. وبعدين هنيجي هنا ايه هنشوف العنصر اللي بعد كده اللي هو 18، بعد كده 22 اللي بعده لان هو ايه شبه دول. وبعدين يبص على المغنيسيوم اللي هو اللي بعده 24 اللي هو 22 بعديه على طول 24 لان هي موجوده في المجموعه دي، وهكذا. And the vertical columns are called groups. هنا بس الحته دي الايه الصفوف الافقيه، الصفوف الروز الافقيه دي سماها periods، والصفوف الرأسيه كده سماها جروبس. يبقى كده صفوف روز اسمها periods، والفيرتيكال اللي هي الرأسيه سماها روز جروبس، معلش سماها ايه جروبس. يبقى كده periods وكده جروبس. Mendeleev observed a repetition in physical and chemical properties. زي ما احنا شايفين عارفين برضو ان هو شاف ان العناصر عمالة بتتكرر على فيزيائيا وكيميائيا على اساس دوري، عمالة بتتكرر، الخواص عمالة بتتكرر. He formulated Mendeleev's periodic law which states. وهو عمل بقى اللي هو ايه قانون مندليف، اللي الحته دي معاده تاني اللي هو بقى قانون مندليف ان العناصر ايه بتزيد بقى على اساس الاتوميك ماس. تمام. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. Now if you closely look at Mendeleev's periodic table, you'll find something really interesting. Do you see some gaps in there? ايوه ادي كده لما نيجي نبص في جدول مندليف هو عمال ايه بيمشي بايه على اساس الزياده في الاتوميك ماس. طب بنبص هنا دلوقتي هنا دي البوتاسيوم 39 وهنا الكالسيوم 40 وبعدين بعديها ايه 47 في ايه في هنا ايه التيتانيوم 47 في هنا ايه مجموعه في حته فاضيه في مكان فاضي ساب لها هو ايه مكان فاضي، واتوقع ان يبقى في الاماكن الفاضيه دي عناصر هتيجي بعد كده.
this was the genius of Mendeleev. This was his sheer brilliance because هنا دي بقى عبقرية مندليف. he didn't forcefully try to fit the elements into his table. يعني هو مش عمال يحط العناصر بالعافية. يعني هو ما راحش حط التيتانيوم هنا لا في المجموعة دي، لا ساب الموضوع ماشي حسب طريقة تفاعلها مع الأكسجين والهيدروجين، ورتب كل مجموعة شبه بعض، والأماكن العناصر اللي حس إن في يعني هنا 40 وهنا 47 ساب في مكان فاضي، ساب لها مكان فاضي. Remember at that time only 63 elements were discovered. So he left gaps and boldly predicted that we haven't discovered these elements yet. وكان جريء ان هو يعلن ان في عناصر هنا لم تكتشف بعد. Mendeleev even gave names to these elements and predicted their properties. For example, وكمان مش كده، اعطى اسماء لتلك العناصر وتوقع خواص بتاعتها. he called the element in this gap as Eka aluminium. يعني هنا بص العنصر اللي كان فيه هنا عنصر مكانه فاضي، هنا كان فيه مكان فاضي، هو ده الالومنيوم فوق اهو، فسمى العنصر ده إيكا ألومنيوم. إيكا ألومنيوم يعني هو بجانب العنصر الذي بجانب الألومنيوم. وكمان توقع خواص العنصر اللي هو الإيكا ألومنيوم ده هيبقى عامل ازاي. Eka is the Sanskrit word for one. So first comes aluminium and then this unknown element. He predicted the properties of Eka aluminium. And many years later an element was discovered. It was called gallium. العنصر بقى اللي هو الإيكا ألومنيوم اللي سماه إيكا ألومنيوم اكتشفوه بعد كده اللي هو الجاليوم. Guess what? The properties almost matched. وفعلا الخواص بتاعت الجاليوم كانت زي ما توقعها مندليف، او كانت قريبة قوي من اللي توقعه مندليف. Similarly, he gave names to other elements such as Eka boron. وبرضو اعطى اسماء اخرى لعناصر اخرى زي إيكا بورون Eka silicon. وإيكا سيليكون. Many years later, these were discovered and named scandium and germanium. وفعلا بعد كده اكتشفناهم اللي هم السكانديوم والجرمانيوم. This was Mendeleev's greatest achievement. Another interesting thing. ده كان ابرز انجاز عمله مندليف، ان هو توقع عناصر لم تكتشف بعد وتوقع خواص تلك العناصر. Mendeleev did in his periodic table is, in some cases, he placed an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. وكمان طب بس معلش الحته دي. He did. Many years later, these were discovered and named scandium and germanium. This was Mendeleev's greatest achievement. Another interesting thing Mendeleev did in his periodic table is, in some cases, he placed an element with slightly greater atomic mass. حاجة كمان عملها مندليف ان هو كان ساعات بيحط العناصر اللي عندها اتوميك ماس اكبر قبل عناصر فيها اتوميك ماس اصغر. ليه؟ Before an element with slightly lower atomic mass. He did this so that elements having similar chemical properties could be grouped together. عشان يحط العناصر اللي هي ليها نفس الصفات في نفس المجموعة. تمام؟ يعني هو ماشي لازم يبقى المجموعة فيها نفس الصفات، فاضطر ساعات ان هو يجيب عنصر اكبر يحطه قبل عنصر الاتوميك ماس بتاعته اقل. For example, as you can see in the table, cobalt has higher atomic mass compared to nickel. زي ما احنا شايفين اهو كده، زي ما هو اشار الينا المستر ان هو هنا الكوبالت هنا ماشيين اهو بص 50.94 بعدها 52 بعدها 54.94 ماشيين بزياده تمام بانتظام. وهنا الايرون 55.85. هنا بقى في كوبالت 58.93 وفي نيكل 58.71. فالمفروض النيكل قبل الكوبالت، لا هو جاب الكوبالت قبل النيكل. ليه بقى؟
علشان نفس الفكرة ان هو عايز يخلي العناصر اللي شبه بعض يبقوا فوق بعض. So cobalt should come after nickel, but cobalt comes before nickel since its properties are similar to the elements below it, that is Rh rhodium and Ir iridium. Nickel's properties are similar to Pd palladium and Pt platinum. زي ما احنا هو بيقول هنا بيوضح ان العناصر الكوبالت هنا شبه اللي تحتيه والنيكل شبه اللي تحتيه، فهو محب جاب دي قبل دي علشان يبقى الصفات شبه بعض في نفس المجموعة الرئيسية. Which are below it. So Mendeleev had to make such exceptions where an element with higher atomic mass comes before. يبقى ده أول عيب في جدول مندليف. طبعا الحاجات دي لو قريناها مش هنفهم، لكن لما نشوفها بعينينا هنفهم ونتخيل الموضوع. تمام، مهما أحاول أشرح لكم الكلام ده نظري مش هتفهموا، لكن لما تشوفوا الموضوع كده بعينيكم يبقى الموضوع أسهل. An element with lower atomic mass. Can you find more exceptions like this? هل بيسألنا لو تقدروا تجيبوا أي استثناءات أخرى؟ خليه هو يقول لنا بقى. That's right. It's tellurium and iodine. أهو نفس الموضوع هنا، التلوريوم والأيودين. هنلاقي برضو هنا تلوريوم، هنا العنصر قبليه كان 121.75، هنا ده 127.00 او هنا 126.9، يعني هنا 127، يعني المفروض ده قبل ده اللي هو ال 126 يجي هنا وال 127 يجي هنا، يعني الايودين يجي هنا والتلوريوم يجي هنا، لكن برضو نفس الفكرة علشان العناصر اللي شبه بعض يبقوا في نفس المجموعة. الايودين شبه البرومين والكلورين والفلورين يحطوهم مع بعض. If you look at period 5 يبقى كده هو خالف القاعدة اللي هو ماشي بيها في الجدول بتاعه. Group 6 and 7, can you see that tellurium, which has the symbol Te, has a higher atomic mass compared to iodine with the symbol I. But tellurium comes before iodine in Mendeleev's periodic table. So Mendeleev had to make such exceptions. Another achievement of Mendeleev's periodic table was regarding inert or noble gases. Examples of inert gases are helium. برضو من الحاجات اللي عملها مندليف موضوع الانرت جاسز او النوبل جاسز، اللي هي الغازات الخاملة، اللي هي زي الهيليوم والارجون والزينون neon, argon. تمام. Inert gases were discovered very late because of their unreactive معرفناش نكتشف الغازات دي الا في وقت متاخر جدا، لان طبعا الغازات دي غازات خامله جدا والنشاط الكيميائي بتاعها يعني ضعيف او يكاد ينعدم. and low concentration in the atmosphere. مش بس ان هم غير متفاعلين انما برضو مش موجودين بوفرة في الطبيعة في الغلاف الجوي. But when they were discovered, they could be placed in a separate group. لكن لما اكتشفناهم عرفنا نحطهم في في مجموعة لوحديهم. بعد كده لما نشوف بقى في المودرن periodic table هنلاقي ان في كده مجموعة كده لوحديها كده على طرف البريودك تيبل كده. انا مش ثواني. كنت بقول بقى الحتة دي ان احنا قلنا لو بصينا في الجدول الدوري الحديث هنلاقي في مكان كده في الجدول اللي هو المودرن بيريودك تيبل على جنب كده جروب لوحديه بتاع اللي هم الانرت جاسز اللي هم جروب 0 جروب A0. العناصر المجموعه دي ما كانتش موجوده، العناصر دي ما كانتش موجوده، لكن عرفنا نخصص لهم مجموعه جروب لوحديهم في الجدول الدوري الحديث، لان بسبب مجهودات مندليف،
مندليف من غير ما ان ايه ما يجوش كده في وسط العناصر جوه كده في وسط الجدول يلخبطوا لنا الجدول ايه كله. لا، عرفنا ايه بسهوله نحطهم في جدول ايه في جروب لوحديهم، ده بسبب التنظيم اللي كان عامله مندليف. without disturbing the rest of the elements. Now that we are done with the achievements of Mendeleev's periodic table, let's look at some of the limitations. دي كده الانجازات بتاعت مندليف. في بقى عيوب في جدول مندليف. The first one is regarding the position of hydrogen. اول عيب هو ايه مكان عنصر الهيدروجين. Now if you look at his periodic table, hydrogen is in group 1. هنلاقي كده ان هيدروجين موجوده في جروب 1. تمام؟ along with the other alkali metals. موجوده مع ايه عناصر الموجوده اللي هي ايه في جروب 1 كده. العناصر الباقيه اسمها الكالي ميتالز. الكالي ايه ميتالز. الهيدروجين مش الكالي بس محطوط معاهم، فده اول عيب. Because it shows very similar chemical properties. It combines with halogens, oxygen, sulfur to form compounds having similar formulae. But hydrogen also shows the properties of elements in group 7, which are called halogens. يعني هنا في مشكلة ان الهيدروجين في يعني ايه متشابه مع الخواص بتاعت المجموعة اللي هو فيها دي اللي هي جروب 1، وبرضه متشابه مع عناصر مجموعة 7. تمام؟ So just like the halogens, it has a diatomic molecule. It can combine with metals and with non-metals to form covalent compounds. So where should we put hydrogen? فكان ايه كان في حيرة نحط المجموعة بتاعت الهيدروجين دي، العنصر الهيدروجين في جروب 1 ولا جروب 7. هو بيتشابه في خواص هنا مع المجموعة دي جروب 1، وبرضه بيتشابه في خواص تانية مع عناصر elements of group 7. ففي حيرة نحط هنا ولا هنا. Group 1 or group 7. So this was the limitation. ادي اول عيب. No fixed position could be given to hydrogen in men. يعني اول عيب ان ما نقدرش نحط الهيدروجين في مجموعة محددة في جدول مندليف او في مكان محدد في جدول مندليف. كنا محتارين بين جروب 1 وجروب 7. ادي اول عيب. Mendeleev's periodic table. بنت طلبت من امها تعيش مع صديقها بدون زواج. فكرت الام بعقلانيه The second limitation was regarding isotopes. تاني حاجة بقى، تاني مشكلة كان موضوع الايزوتوبس. طيب هو هيشرح هنا الايزوتوبس او هيقول فكرة عنها، بس انا ايه هقول لكم برضو فكرة عن الايزوتوبس دي اللي هي المشابهات العناصر. يعني ايه مشابهات العناصر؟ الحاجة اللي بتفرق ما بين عنصر وعنصر. هكبر هنا بقى هنا. الحاجة اللي ما بتفرق ما بين عنصر وعنصر الحاجة اللي بتفرق ما بين عنصر وعنصر هي عدد البروتونات. دي الحاجة الأساسية اللي بتفرق ما بين عنصر لعنصر وتخلي عنصر يبقى عنصر تاني. يعني الهيدروجين في النيوكليوس في ايه بروتون واحد، في ايه بروتون واحد. تمام؟ والهيليوم ده كده الهيدروجين، والهيليوم في النواة في النيوكليوس في 2 بروتونز. مجرد ما البروتون عدده اختلف بقى عنصر تاني خالص. عدد البروتونات هو ايه الاساس في تحديد العنصر. ففي حاجة اسمها ايزوتوبس. ايه الايزوتوبس دي؟ الايزوتوبس يعني ايه نفس العنصر نفس عدد البروتونات بس النيوترونز بتختلف. يعني الهيدروجين ممكن يبقى فيه هنا ليه كذا مشابه، ليه كذا ايزوتوب. يعني هنا ممكن 1 بروتون ومفيش ايه نيوترون، 0 نيوترون، وليه مشابه تاني يبقى فيه 1 بروتون و1 نيوترون.
وليه مشابه ثالث يبقى فيه 1 بروتون و 2 نيوترونز. تمام؟ يبقى هنا كده ايه؟ نفس الاليمنت نفس العنصر بس ليه ايزوتوبس. نفس الاليمنت عنده 1 بروتون 1 بروتون 1 بروتون، لكن اعداد النيوترونز اختلفت. فما دام اعداد النيوترونز اختلفت ده كده اسمه الايزوتوب. ساعات على ايام مندليف ما كانوش لسه اكتشفوا البروتونز ولا النيوترونز. تمام؟ فهو كان ماشي بايه؟ بيوزن الاتوم كله على بعضه، بيوزن الاتوم كله على بعضه. فلما يجي يوزن الاتوم كله على بعضه هنا هيلاقيه مثلا هنا ايه 1 او 2. تمام؟ 1 مثلا على سبيل بس المثال، وهنا لما يبص كده يوزنه هيلاقيه 2. ايه ده؟ وهنا 3. وهو ايه ماشي على اساس ايه؟ ان هو ماشي على اساس الاتوميك ماس، وزن الاتوم ككل. فهنا افتكر ان هنا ايه اتعامل على انهم ايه elements مختلفة، ما يعرفش حكاية الايزوتوبس دي. فهنشوف بقى المشكلة دي. Isotopes were discovered much later after Mendeleev's table was proposed. Since isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic mass. الايزوتوبس عندهم similar chemical properties، يعني لهم نفس الخواص الكيميائية لأنهم نفس العنصر، لكن عندهم different atomic masses زي ما احنا وضحنا. يعني الماسز بتاعت الأتوم مختلفة. They posed a challenge to Mendeleev's table. وده كان ايه؟ كانت حاجة حيرت مندليف والجدول بتاعه. تمام؟ Fit them in properly. Now let's talk about the third limitation. Since atomic masses of elements do not increase in a regular manner, it's not possible to predict how many elements will be discovered between two elements. كان في بقى العيب الثالث بقى ان احنا دلوقتي في مثلا زي ما هو كنا موضحين لما بصينا، كان قلنا في هنا 40. تمام؟ مثلا عنصر كان 40 وعنصر بعديه مثلا 47. تمام؟ 40 والتاني 47 بس عشان تبقوا فاهمين الحته دي. هنا 40 وهنا ايه 47. فيا ترى هو في ماشي عناصر لسه ما اكتشفناهاش، بس يا ترى كم عنصر؟ هل 41 بس عنصر واحد بس، ولا 42 يبقى فيه عنصرين، ولا 43 يبقى فيه 3، ولا اكتر؟ مش عارفين كم عنصر موجود ما بين كل عنصرين. And this is especially true for the heavier elements, the ones with high atomic mass. بالذات لما يكون ايه الهيفي اتوميك ماسز اللي هي بقى العناصر التقيلة جدا بقى، مش عارفين بعد كده هيبقى فيه كام عنصر هنكتشفه بعد كده. Place Mendeleev's periodic table on our concept board. Let's also note down the achievements and limitations of Mendeleev's classification. So how were the limitations of Mendeleev's periodic table addressed? Till now, all the classifications, including Mendeleev's, were based on atomic mass. خلاص، يعني هو علشان كل ده ليه بقى هيفسر ليه الايه العيوب اللي كانت موجوده في جدول مندليف. احنا قلنا ايه ان جدول مندليف كان ماشي على اساس الاتوميك ماس او الاتوميك ويت اللي هو وزن الاتوم ككل. تمام؟ So elements were arranged in the increasing order of atomic mass. And its periodic law stated that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. Now let's move ahead to 1913. Where Moseley showed. خلاص يعني هو كده كمل شرح ايه اللي عمله بعد كده موزلي. فنرجع بقى للدرس. احنا كده خدنا فكرة عن ايه في الفيديو ده. فهمنا ايه موضوع مندليف والجدول بتاعه ازاي، الجدول بتاعه كده. فلما نقرا دلوقتي تاني هنلاقي نفسنا فاهمين، يعني هنلاقي نفسنا فاهمين حاجات كتير ما كناش فاهمين. يبقى هنا ايه Mendeleev's periodic table. It is the first real periodic table for classifying elements. هو اول يعني اول
جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر. at this time في الوقت ده احنا خلينا مع كتاب المعاصر كان في 67 elements. خلينا مع المنهج بتاعنا كان في ساعتها 67 elements معروفين. The Russian scientist Mendeleev explained his periodic table in his book Principles of Chemistry in 1871. يبقى ايه العالم الروسي مندليف شرح الايه الجدول الدوري البريودك تيبل بتاعه في الكتاب اللي هو كان ألفه اللي هو مبادئ الكيمياء Principles of Chemistry في 1871. تمام. هنا بقى هنشرح تاني برضو عشان يبقى بس دلوقتي هتلاقوا نفسكم انتوا ايه بقيتوا فاهمين كل حاجة. هو عمل ايه بقى هنا؟ he prepared 67 cards. جاب 67 كارت اللي هم بتاعت العناصر ساعتها. each card represented an element. كل كارت يمثل عنصر من العناصر. he recorded on each card بقى على كل كارت بقى راح حاطط بقى the symbol of one element زي مثلا الكربون اهو حط الايه رمز العنصر الكربون. الاتوميك ويت اوف ذس element او الاتوميك ماس اوف ذس element اللي هي كانت 12 تقريبا ساعتها ولغايه دلوقتي يعني حط الاتوميك ماس بتاعتها. وبعدين بعض الخواص المهمه للعنصر زي البويلينج بوينت درجه الغليان، الميلتينج بوينت درجه الانصهار، الدنسيتي الكثافه اللي هو بقى عرفنا بقى الفورمولا اوف اوكسايد والحاجات دي الخواص دي كلها. تمام. بعد كده بقى he arranged elements of similar properties in vertical columns which were known later as groups. وزي ما احنا برضو خلاص شفنا في الفيديو ان هو هحط بقى هنا هحرك بس الصورة دي كده تبقى معايا السبورة زي ما احنا اشرنا بقى للنقطة دي ان هو يقسم العناصر اللي هي خواص بتاعتها البروبرتيز بتاعتها متشابهه في vertical columns. vertical columns يعني اعمده رأسيه وسميت بعد كده جروبس وسماها بعد كده ايه جروبس. وبرضه he classified the elements of each main group into two subgroups. وكل جروب القلم الاحمر هنا مش باين قوي سقسمها ل 2 sub groups A و B due to the difference between their properties. يعني هنا ايه وبعدين هو ايه عمل ايه مندليف عمل ايه جاب العناصر وحطها ايه في جروبس. تمام. وكل سب جروب وكل جروب عمل منه سب جروبس سماها A و B. عمل كده ليه؟ علشان يحط العناصر اللي شبه بعض في نفس الايه المجموعه. لان كانوا بيبقى في اختلاف بين العناصر المجموعه دي وعناصر المجموعه دي اللي موجودين هنا ايه في نفس المجموعه. يعني هم متشابهين بس بيختلفوا بعض الخواص. فايه برضو ايه حطهم في مجموعه مثلا ايه 1A 1B 2A و 2B وهكذا. تمام عشان تبقوا فاهمين بس اللي احنا بنقراه. ايه كمان he discovered that هو اكتشف the elements are arranged in ascending order according to their atomic weights on moving from left side of the table to the right side in horizontal rows which were known later as periods. يبقى برضو هقول الحتة دي ونمثلها في السبورة عشان تبقوا معايا واحنا بنقرا. يبقى ال elements were arranged in ascending order according to their atomic weights. زي ما احنا قلنا الهيدروجين مثلا 1 ومش عارف ايه 2 الهيليوم 2. يبقى هو ايه الاتوميك ويت عمال ايه بيحط الايه على اساس الايه الزياده ترتيب تصاعدي في الاتوميك ماس. يعني ما يمشيش مثلا ايه يعني يمشي 1 مثلا عشان تبقوا فاهمين 2 3 4 يبقى هو ماشي كده في ترتيب تصاعدي في الاتوميك ماس. مش ايه حاطط مثلا هنا 1 وهنا 5
وهنا 3 العمليه ملخبطه يعني، وهنا 16 مثلا، لا ماشي بترتيب كده. تمام. طيب يبقى حطهم كده في رتبهم in ascending order according to their atomic weights from left side of the table to the right side in horizontal rows. من الناحية الشمال الليفت في البريودك تيبل للناحية اليمين في البريودك تيبل. وسمى مجموعات الروز دي، الصفوف دي، سماها periods. سماها ايه؟ periods. سماها ايه؟ periods. تمام. The properties of elements were repeated periodically by the beginning of each new period. وانتوا خلاص فهمتوا الحته دي، ان الخواص كل شويه ايه بقى في بدايه كل period الخواص عماله بتتكرر. الخواص عماله بتتكرر. طيب advantages of Mendeleev's table. ايه هي فوائد ومميزات جدول مندليف؟ He predicted the discovery of new elements. توقع اكتشاف عناصر جديدة. And determined the values of their atomic weights. وكمان حدد الايه قيم الاتوميك ويت بتاعت العناصر التي لم تكتشف. و therefore he left gaps أو empty cells in his table. عشان كده ساب فراغات في الجدول بتاعه. He corrected the atomic weights of some elements which were estimated wrongly. وكمان صحح الاتوميك ويت بتاع بعض العناصر. يعني ساعتها عنده في وقته هو، مش وقتنا احنا، في وقته هو كان مقدرين عناصر الاتوميك ويت بتاعتها بطريقه غلط. يعني مثلا كان مثلا اي عنصر اكس مثلا ما نعرفوش، وكان مثلا متقدر ان هو العنصر ده 58 مثلا. هو مثلا ايه عرف بحسب الجدول بتاعه وتنظيمه للعناصر ان لا يمكن الاكس دي تكون 58، دي هتكون مثلا 54 مثلا. خلاص. ايه وصحح الاتوميك ويت اللي كان غلط ساعتها. تمام. ده ايه من انجازاته. هقول الحته دي تاني بس اللي هي النقطه التانيه دي نشرحها تاني. He corrected the atomic weights of some elements. صحح الايه الاتوميك ويت بتاع بعض الاليمنتس، بعض العناصر كانت متقدره غلط، كانت محسوبه غلط ساعتها. يبقى دي من انجازاته. طيب خلاص ده هنا ايه بيقول نفس اللي هي ايه. In 1871 Mendeleev predicted the properties of an unknown element and named it eka-silicon. This element was discovered later in 1886. يبقى هو ايه زي ما عرفنا حكايه الايكا سيليكون والايكا الومنيوم والحاجات دي لما بصينا في الفيديو. تمام. هو كان في عنصر مش موجود ولم يكتشف، هو اداه اسم الايكا سيليكون وتوقع الخواص بتاعته وسماه. This element was discovered later. شوف هو 1871 توقع اكتشاف العنصر، وفي 1886 تم اكتشاف العنصر وسمي جرمانيوم واديناه الرمز جي اي. والبروبرتيز بتاعت الجرمانيوم كانت زي ما توقعها مندليف. طيب المهم بقى دلوقتي العيوب بتاعت مندليف. العيوب بتاعت مندليف. طيب ايه عيوب بقى مندليف؟ he had to make a disturbance in the ascending order. لو كنت بقى انا قعدت اشرح لكم ما كنتوش هتفهموا. لو ما شفناش الفيديو ده ما كنتوش هتفهموا الكلام اللي انا بقوله. he had to make a disturbance in the ascending order of atomic weights of some elements. كان لازم يعمل ايه اضطراب في في الترتيب التصاعدي لبعض العناصر زي ما احنا شفنا. ليه؟ عشان يحطهم في مجموعات اللي ايه في مجموعة العناصر اللي شبه بعض. تمام زي ما احنا شفنا في الفيديو. تمام. طيب he would have to deal with isotopes of one element in which were discovered later as different elements. تمام. due to the difference in their atomic weights. يبقى هو كان لازم ايه يتعامل مع الايزوتوبس
بتاعت العنصر الواحد، تمام، اللي هو which were discovered later as different elements. كان بيتعامل مع الايه، مثلا الهيليوم زي ما احنا عنصر مثلا يبقى ليه كذا ايزوتوب، بس هو نفس العنصر يعني شبيه، زي ما فهمنا يعني ايه ايزوتوبس قبل كده، ان في هيليوم في هيليوم 1 وهيليوم 2، يعني هيفهمنا اللي هو الاكزامبل للهيدروجين هنا اهو، هنا مدي هنا الشرح هنا زي ما شرحها لنا هنا، ان الايزوتوبس many forms of atoms of one element having the same atomic number but differ in atomic weight. زي الايزوتوبس اوف هيدروجين، في هيدروجين 1 و2 و3، تمام، اليوم مش عارف اسمهم جوتيريوم وايه واسم ثالث. المهم الثلاث عناصر دول ايزوتوبس للهيدروجين، تمام. هو اتعامل معاهم بقى لان ساعتها ما كانش في حاجه اسمها ايه اتوميك نمبر، كان في بس اتوميك ويت، وانتوا عارفين يعني ايه فرق بين اتوميك نمبر واتوميك ويت. اتوميك نمبر يعني عدد البروتونات، فهنا عدد البروتونات اهو واحد، شايفين العدد اللي تحت ده، اللي تحت ده الاتوميك نمبر، هنا H11 111 يعني عدد البروتونات واحد 1، فهو نفس العنصر. لكن الاتوميك ويت اللي فوق بقى هتلاقيه اختلف. ليه اختلف؟ عشان في نيوترونز هنا زياده، في نيوترونز هنا زياده، فلما النيوترونز بتزيد، زادت النيوترونات زاد الاتوميك ويت، فهو ماشي على ان كل عنصر ليه الاتوميك ويت بتاعه. فدلوقتي الاتوميك ويت شاف هنا الاتوميك ويت 1 وهنا 2 وهنا 3، قال الله يبقى هنا في 3 عناصر. هو اتعامل مع الهيدروجين اللي هو عنصر واحد على ان هم 3 عناصر مختلفة. ده العيب الثاني في جدول مندليف، تمام. وكمان فهمنا في الفيديو الحمد لله ان هو مندليف had to put more than one element in one cell as iron, cobalt and nickel. كان في هنا عناصر زي لو رجعنا تاني للفيديو، لما ارجعوا له انتوا بقى تاني، او ممكن نبقى مش موجود يعني دلوقتي، اللي هو لما كان حاطط في خلية واحدة في مكان واحد الايرن والايه والكوبالت والنيكل في خلية في مكان واحد، في مكان ايه واحد. ليه كان حاططهم في مكان واحد؟ لان هم كانوا متشابهين جدا في الايه في البروبرتيز، because due to the similarity in their properties، تمام، بسبب ان هم متشابهين في الخواص بتاعتهم، تمام. انا لو اقدر ارجع تاني في الحتة دي قبل ما نرجع لموزلي وفهمنا يعني ايه ايزوتوبس والحاجات دي، يبقى الحمد لله. ده كده ايه الفيديو ده، لو كنت شرحته كده بس كلام ما كنتوش هتفهموه، فانا بس ايه الفيديو طول معايا وشوفنا الفيديوهات دي علشان نفهم الحتة دي كويس بعد كده، ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.